الكوسة اوعي تقوريها ولا في الصواني تقطعيها. النهارده هنعمل الكوسة بطريقة جديدة والأول مرة تشوفيها، بس أنا متأكدة إن الطريقة دي أنت ما شفتهاش ولا حتى جربتيها قبل كده. أول حاجة أنا معايا كيلو ونص من الكوسة. أنا بدأت إن أنا أشيل الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت، وبعدين كده بالطرف الخشن من المقوار. طبعا أنا مش هقورها، بس أنا ببدأ إن أنا يعني أجردها بالشكل ده عشان لو فيها أي رملة أو فيها أي حاجة. وطبعا قبل ده كله كنت غاسلة الكوسة تمام. بعد ما خلصت بقى كل الكمية بالشكل ده، هبدأ بقى ان انا وغسلتها كمان تحت ميه جاريه كده. بعدين جبت هنا 3 كوبايات او 4 كوبايات من الميه، عليهم معلقه كبيره من الملح، عليهم معلقه من الخل، وبنزل فيهم الكوسه طبعا لان الكوسه خضار فلازم تتغسل بملح وخل. بعد كده جبت 3 حبات من البصل، وهبدأ ان انا اقطع البصل بتاعي لمكعبات تكون صغيره بالشكل ده. وطبعا ممكن تزودي في كميه البصل او تقللي، حاجه ترجع لك انت. نسيب بقى البصل بتاعنا على جنب، وهجيب قرن واحد من الفلفل الرومي، ولو عندك فلفل الوان ممكن تستخدمي. وهبدأ ان انا اقطع الفلفل كده لمكعبات تكون صغيرة بالشكل ده. سبت كمان الفلفل بتاعي على جنب، ومعايا كده حبة بطاطس واحدة. هبدأ ان انا اقشرها، وبعد ما اقشرها هبدأ ان انا اقطعها لقطع تكون سميكة، اضيف عليها كده مية ومعلقة من الملح ومعلقة من الخل. حبتين اتنين بقى من الطماطم وقطعتهم لمكعبات بالشكل ده، وكمان ممكن نضيف جزر او اي خضار انتوا حابين تضيفوه. بعد كده هبدأ ان انا اضيف البصل وعليه كده الفلفل، عليه معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، معلقة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة من الملح ومعلقة من البابريكا، ومرقتهم كويس جدا مع بعض وقسمتهم لنصين اتنين. بعد كده هجيب حله وفيها معلقه من السكر وكمان معلقه كبيره من الملح، بقلبهم مع بعض بعد ما بضيف كده حوالي رتل ونص من الميه. وببدا ان انا ارفعهم على النار، واول ما يبداوا ان هم يغلوا معايا بالشكل ده ببدا ان انا انزل بالكوسه بتاعتي. بصوا بقى يا حبايبي، انا مش عاوزه الكوسه دي تتهري معايا او تتسلق، انا عاوزاها بس تدبل معايا. فاول ما بتغلي معايا بالشكل ده كده بطفي النار، وبعدين بغطي عليها واسيبها 5 دقايق، بتبقى معايا دايبه بالشكل ده، وفي نفس الوقت مش مسلوقه، يعني يدوب كده دبلت معايا. بخرجهم كده على مصفى زي ما انتم شايفين، بسيبهم لغايه ما يهدوا تماما. وفي طاسه فيها معلقه من السمنه نزلت بنص كميه البصل والفلفل اللي احنا متبلينهم، وعليهم معلقه صغيره من الثوم المفروم. واول بقى ما ريحه الثوم بتبدا تظهر معايا هنا نص صدر فرخه زي ما انتم شايفين، اللي هو ربع فرخه خليته. وبدات ان انا اخد اللي هو جزء البانيه ده، وهبدا ان انا اقطعه لشرايح تكون رفيعه جدا وناعمه بالشكل ده كده. وبعد كده ببدا ان انا اجيب المخرطه وببدا ان انا اخبطها بحيث ان هي تطلع معايا مخرزه وجميله زي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. بصوا طبعا الخطوه دي ممكن تستغنوا عنها وتعملوها في الكبه لو انتوا حابين، بس انا الصراحه بحب اعملها بالمخرطه جدا. بعد ما نزلت كده بالفراخ بتاعتي اللي احنا فرمناها بالشكل ده، اول بس ما تغير لونها كده وتاخد التشويحه الحلوه او الصدمه الحلوه، ببدا ان انا انزل بالطماطم بتاعتنا. وطبعا مش بنضيف اي توابل لان احنا اصلا في الاساس متبلين البصل. بعد كده في نفس الطاسه ومعلقه من السمنه، وعليها برده نص كميه البصل بالفلفل اللي احنا متبلينهم، عليهم معلقه صغيره من الثوم المفروم، عليهم كمان حبتين الطماطم اللي احنا مقطعينهم. ببدا ان انا افرم الطماطم او اعملها بهراسه البطاطس بالشكل ده، وبعدين اضيف معلقتين اتنين من الصلصه البيتي اللي احنا عاملينها مع بعض في البيت، وعليهم طبعا معلقه من السكر. وبضيف هنا كوبايه ونص من الميه، وهسيبهم يغلوا معايا بالشكل ده. الكوسه بتاعتي كانت خلاص هدت، ومعايا هنا الحشوه بتاعتي. ببدا ان انا افتح الكوسه بالشكل ده ونحشي فيها. عاوزه اقول لكم خطيره، وطبعا ما بتاخدش اي وقت خالص في الحشوه. وكمان الكوسه بتاخد بقى من الطعم الحشوه الجميله اللي احنا عملناها دي. عاوزه اقول لكم كمان الحشوه ما شاء الله كفت واستنت كمان. وطبعا التسبيكه اللي احنا عملناها بس بيها الكوسه، وبدخلها بقى الفرن. كل حاجه بقى مستويه معايا فمش بتاخد اي وقت. عملت كمان رز بالشعريه. طبعا حمرت الشعريه بطريقتنا العاديه، وصلت الرز وصفيته، وبعدين شوحته كويس قوي مع الشعريه، ظبطت الملح وضفت معلقه من الكمون. ونضيف بقى الميه بتاعتنا ونسيب الرز عشان يستوي. وادي البايركس بتاعنا القمر الجميل ده. التسبيكه اللي معاه دي يا جماعه في حته تانية خالص. وعاوزه اقول لكم كمان عملت شوربه لسان عصفور طبعا من الهياكل بتاعه الفراخ. وكان الغدا بتاعنا يعني شكلنا اصناف واشكال باكل بسيط جدا. اتمنى يعجبكم.